السعي بين الصفا والمروة، هذا ركن. الصفا والمروة واضحة، هي كتقول لك هاني، كتتجه اتجاه ديال ديك الحجرة اللي على يمينك هي الصفا. يقول الحاج أو المعتمر: نبدأ بما بدأ الله به، شيء كيشير الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تستقبلوا القبلة وطلب الله سبحانه وتعالى بالأدعية. من هذه الأدعية اللي كان كيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان يقول أيضا: الحمد لله وحده أعز عبده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده. وتزيد ديك للسماء وتطلب الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة على السجية ديالك وعلى الرغبة ديالك، وتنزل مباشرة ديك الساعة غادي اتجاه المروة. أنت غادي وأنت تذكر الله تعالى بالتوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا يعني بالأدعية، الأدعية أنت حر في الأدعية. كتوصل واحد المكان فيه واحد البولة ديال النيلو خضراء كبيرة شادة من راس تقويسة حتى راس تقويسة، يسميوه العلم الأخضر. وفي الأرض أيضا دايرين له علامة ديال الرخام، بلا راك وصلت واحد المنطقة اللي خصك تجري فيها، يعني واحد المسافة بضعة أمتار تشد فيها شدة على قدر طاقتك وعلى حالة وضع الزحام. يعني يمكن تلقى بنادم خفيف تجري شوية، وكاين الناس كيجريو تجري مع الناس. لقيت الزحام شديد يعني كدير عاود ديك الحركة ديال كأنك تجري، كأنك تشد شدا. كيدير الشوط الأول ذهاب، الشوط الثاني إياب. الآن كنتكلم عن الحساب، عندنا 7 من الصفا إلى المروة كتقولها 1، العودة يعني الرجوع من المروة للصفا ها 2. فإذا بهذا الحساب 2 3 4 5 6 7 7 المفروض تجيبك في المروة.